ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن اهم 10 منتجات انا كساندي ما اقدرش استغنى عنهم في الصيف، سواء للشعر او البشره والجسم. هم 10 منتجات بس متقسمين شعر وبشره وجسم. فتابعوا الفيديو ده للاخر واكتبوا لي ايه اهم المنتجات بالنسبه لكم في الصيف ما تقدروش تستغنى عنها مهما حصل، وبالذات مخصصا كده للصيف. تحسي الحاجات دي الحاجات دي بتاعت الصيف، وفي حاجات كده بتاعت الشتاء. فتابعوا الفيديو ده للاخر، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان قربنا نوصل 5000. وتابعوني على انستجرام وعلى التيك توك، كل اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. وما تنسيش كمان تكتبي لي كومنت تحت عشان بحب اقرا كومنتاتكم وبتشجعوني اكتر. ويلا بينا نبدا باول حاجه، وهو السان سكرين بتاعنا. حاجه اساسيه مفيش نقاش، اي حد هيناقشني هو حر، ان ده اساسي جدا في الصيف. صيف شتاء على مدار السنه ده حاجه اساسيه بنحطه قبل ما ننزل. ده ارخص سعر سان سكرين ممكن تجيبوه. ده اللي هو بتاع بوبي جيل، وفي واحد اسمه بتاع دراكون، ده طبي وطلع جديد كده ومنتشر وناس كتير قوي بتشكر فيه. هبحاول اجيبه لكم واعمل لكم عنه ريفيو واشوف هو حلو ولا وحش وبيحمي فعلا ولا لا، بس كذا حد جربه قال ان هو تحفه. فده كده اول حاجه معانا، وحقيقي هي مهمه جدا من غير اي نقاش. هو سعره 170 جنيه، بس ده اقل سان سكرين ممكن تلاقوه في السوق. الجل للبشره المختلطه والبشره الدهنيه، والكريم للبشره العاديه والبشره الجافه. شوفي بقى بشرتك ايه وروحي هاتي. بعد كده بقى واهم حاجه بالنسبه لي وهي الشاور جل. ده حاجه كده اساسيه. جماعه انا اكتر واحده ما بحبش الصابون خالص، ما بحبوش، وبحس كده ان هو مش بينظف، مع ان في ناس بتحب الصابون جدا، لكن انا لا. الشاور جل ده لسه جايباه متحمسه جدا ان انا اجربه. ده من ايفون، ب 500 مللي. عارفين الروايح اللي هي تحس ان هي شجري قوي كده، وتحس ان هي ريحتها منعشه جدا، ان هو انت بقى عايزه تاخديه وتاخدي دش كده على طول. بعد كده مزيل العرق من غير نقاش يا جدعان، خدوا بالكم من الموضوع ده جدا. في ناس بتنزل وبتنسى ان هي تحط مزيل عرق، ودي حاجه ما تتنسيش. دي حاجه كده زي السان سكرين كده بالظبط. ده حاجه مهمه جدا. اول حاجه النوع ده اللي هو بتاع ستارفل، اللي هو ده اللي هو الغطاء الاحمر. انا معرفش هو ريحته ايه، بس هي ريحته حلوه وريحته هاديه جدا. اول حاجه بيفضل قاعد 24 ساعه من غير عرق، بيطلع ريحه حلوه جدا، وبيتحكم في حوار العرق اللي هو انت ما تعرقيش كتير. فبجد ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها. وسعره كان اخر مره جايباه كان ب 75 جنيه، دلوقتي زاد وبقى 100 جنيه. فاللي يلحق يروح يلحق يجيب له 2 3 يخليهم عنده، لان هو بجد تحفه. مش معنى ان الصيف دخل علينا يبقى مش هنرطب جسمنا، ده حاجه اساسيه ولازم نرطب جسمنا باي بودي لوشن قوامه خفيف كده. عارف قوامه اللي هو الخفيف كده، وهو انسب حاجه وهو بتاع جلايسوليد. الجلايسوليد ده تحفه، مفهوش اي روايح، مفهوش اي حاجه. بحبه جدا، بيرطب البشره حلو قوي، مخليه بصراحه للصيف لان انا كنت حاساه اللي هو تبع الصيف جدا. فده بحبه جدا قوي في الصيف وهستخدمه على طول. هو اصلا انا كنت مجرباه قبل كده، قرب يخلص، فانا هحتاج اجيب ازازه تانية. فده كان سعره ب 35 جنيه اخر مره انا جايباه، وحاليا معرفش هو وصل كام. بعد كده حاجه مهمه جدا وهي الشيفنج. اهم حاجه في بنات ممكن ما تكونش واصله لها المعلومه شويه، لو اتحط في يعني مثلا لو في منطقه فيها شعر وحطيتي عليها مثلا بودي لوشن او اي حاجه، اي منطقه في الجسم، هتطلع ريحه مش حلوه، هيبقى في ميكس كده مقرف جدا. فيفضل ان انت نعمل ازاله شعر. اهم حاجه ناخد بالنا من الحوار ده جدا. كل ما تلاقي الشعر نبتت كده اعملي بالشيفنج، او اقول لك مش لازم تستني اما الشعر ينبت، لازم تعملي كل ما تيجي تاخدي دش، فمش هيلحق ان الشعر يطلع. فدي بجد تحفه. والشيفنج دي عامله زي فينوس، دي تحفه قوي بجد وعجباني جدا. وانا مش بقترح عليكم انواع ازاله شعر معينه، اعملوا اللي تعملوه، بس انا حابه اعمل لكم فيديو في كل حاجه عشان تختاروا اي وسيله انتوا ترتاحوا عليها وجسمكم يكون مرتاح عليها. اللي بعد كده والبادي سبلاش. على فكره البادي سبلاش ده انا جبته كان ب 40 جنيه، حجمه 250 مللي، واللي هو بتاع يو، البرفان اللي اسمه يو. البادي سبلاش هو بصراحه ما بيثبتش، هو ب 40 جنيه، هو مش بيثبت، بس ريحته حلوه. انا اللي عاجبني جدا ان هي ريحته فجبته. فده من احلى الحاجات، بحب كده قبل ما انزل ارش، وبيبقى معايا شنطه فباخده فيها، فبحط كده كل شويه عشان هو اصلا بيطير بسرعه. فده من احلى الحاجات اللي انا جربتها برضو، ما اقدرش استغنى عنها، وهي البادي سبلاش. بصوا بقى دي كده اخر شويه حاجات في الجسم، وهي الترطيب شويه في يعني الايد الركب الاكواع الحاجات دي، لان هي عامه بتبقى جافه قوي. اول حاجه الهاند كريم ده من لونا، ده بتاع الايد والركب والاكواع والحتت دي. سعره كان ب 25 جنيه وما زال سعره برضو 25 جنيه. حجمه حلو جدا، بتاخدي حته منه بتكفي،
بيرطب حلو قوي، مش بيلزق، بس هي البشره بتبقى محتاجه شويه وقت ان هو تتشربه لان هو قوامه تقيل جدا. فبس سعره حلو وحجمه حلو، تاخديه في الشنطه وترطبي بيه حوالين اللي هي العقل دي لو ما ترطبتش بتسود. فخلوا بالكم من الموضوع ده، وممكن تقدروا تستخدموا لونا لان هو بجد. بعد كده بقى فازلين، ده قبال تبع حاجه يعني هو شبيه بالفازلين، وده فازلين الاصلي. طبعا انا ما اقدرش استغنى عن فازلين ده بالذات. المهم قبال ده ب 10 جنيه او ب 15 جنيه، ده ارخص حاجه. هو شبيه بالفازلين بس مش زي قوام الفازلين الاصلي طبعا. بس في الترطيب حلو، ينفع ترطبي بيه جسمك، ممكن ترطبي الركب والاكواع واي حاجه اللي هو شديده الجفاف. حلو جدا. سواء اصلا في الشتاء بستخدمه للحتت اللي هي جنب شفايفي واللي هي الحتت دي، عشان بتبقى بتقشر جدا، فده بيبقى انسب حل معايا. دي الصغننه دي كانت ب 15 جنيه، بس انتوا عايزين تجيبوا الحجم ده فازلين الاصلي هتلاقوه بسعر 50 جنيه. انتوا متخيلين الاسعار بقت عامله ازاي؟ فده حلو جدا، وبصراحه ارشحه لاي حد، وبسعره بصراحه ب 15، بس هو حلو جدا. بالنسبه بقى للكبيره دي سعرها ب 95 جنيه، وهتقعد معاكم وقت طويل قوي. دي بقى اكبر حجم في فازلين تقريبا، هو اكبر حجم، اللي هو ال 250 مللي. وتاكدوا ان هو فازلين الاصلي ده، في اللي هو بيبقى ساده من غير اي روايح، وده بالزبده الكاكاو. انا طبعا بحب زبده الكاكاو لان هي بترطب حلو جدا. وطبعا بستخدمه لشفايفي والركب والاكواع وايدي، بصوا بستخدمه لاي حاجه. فدي طبعا هتقعد معايا سنين. اخر حاجتين للشعر بقى، وهي الهير ماسك اللي هو الحمامات الكريم. ده حاجة أساسية لازم في كل الشاور لازم نعمل للشعر بتاعنا حمام كريم. ليه؟ أولا الصيف بيهيش الشعر ويبوظه ويخلي الأطراف بتاعته تبقى هايشة كده ومتفرجة عن بعض. فالحمام الكريم بيساعد ان الشعر ما يهش ويقعد وقت اطول. ودول احلى نوعين انا جربتهم، اللي هو بتاع الو ايفا اللي هو بالصبار، وده بتاع بايو سوفت. طبعا ده التوب بتاعي، فانا ما اقدرش اغيره اصلا، ده بجوز الهند. وبصوا شايفين هو قرب يخلص، فاضل نصه بالظبط. فانا طبعا معتمده على ده كان ب 37 جنيه. انا ده بستخدمه اكتر من ده، معرفش ده بقى غلي ولا لا. معلش. اخر حاجه بجد، وهي رقم 10، وهي اللي السيرم بتاع ادفانس تكنيك من ايفون. انتوا متخيلين السيرم ده انا كنت لسه جايباه؟ بصوا خلصت قد ايه. يعتبر هو فاضل نصه. بجد من احلى انواع السيرم اللي انا جربتها. دبل ارجان، بيرطب الشعر حلو قوي. بحطه قبل ما انام، وبحطه اول ما بصحى عشان بفك بيه الكيرلي عشان يديله اللمعه، ويبقى فيه فوليوم حلو قوي كده. زي ما انتوا شايفين شعري حلو ازاي المره دي. فده بجد من احلى الحاجات. وده كان سعره 130 جنيه. بس نينجا بجد تحفه جدا. بس كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. ولو عجبكم الفيديو بقى اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وحابين فيديوهات ايه الفتره الجايه، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.